تخيل نفسك تحت المية وسط هدوء تام، سمعت صوت صفارات ونقرات عالية شوية. ما تقلقش، صوتها حلو وايقاعها كده جميل على الودن. دي اصوات اكتر مخلوقات بحرية جمال وذكاء، الدولفين يا صديقي. اسمع القصة. كلنا عارفين ان الدولفين من اكتر الحيوانات المرحة كده واللعبية واللي بيحبها الانسان، بس ورا الخفة والمرح ده قدرات اعجازية ونظام حسي دقيق جدا. واول واشهر قوه خارقه هي تحديد الموقع بالصدى. صديقي العزيز، في ناس هتيجي وتقول لي يعني ايه مو الكلام ده؟ يعني يقدر يحدد موقع اي حاجه هو عايزها عن طريق عكس الموجات الصوتيه. يعني ايه برضو؟ لا استنى بقى صديقي، انت كده عايزني اقلع لك الفوطه. دي خريطه كل الدايف سايتس في العالم. يعني بيصدر موجات من جبهته تروح تصطدم ترجع له على هيئة صدى صوت. يقدر الدولفين من خلالها يحدد مسافة وشكل وحجم الشكل اللي قدامه. يا الله على الروعة، كأنك بتتكلم على رادار دقيق جدا. بس كده لا، اسمع، بيستقبل بقى الصدى ده ازاي؟ بيستقبله بالفك السفلي. لدوره بينقل المعلومات للأذن ومن الأذن للدماغ ويترجم الحركة. مش كده وبس، الدولفين عنده حاسة السمع قوية جدا، يقدر يسمع لنطاق واسع 10 أضعاف البشر. الدولفين بيعتمد على الصدى والسمع، بس عنده حاسة بصرية قوية جدا بتقدر تتأقلم مع كل ظروف المية. غير بقى حاسة الاستشعار المغناطيسي اللي بتمكن الدولفين من معرفة المجال المغناطيسي للأرض، وده بيساعده على السفر والهجرة. بس لسه الموضوع ده تحت الدراسات. الدولفين موجود في كل مكان، القطب الجنوبي، القطب الشمالي، البحار الاستوائية، حتى في المياه العذبة. صديقي الدولفين بالسوبر باورز بتاعته وجمال نعم ربنا ومعجزاته فيه خليه من الخوارق البحرية. أهم حاجة إننا نحميهم ونحافظ على بيئتهم. انت شفت دولفين قبل كده صديقي؟ لمسته؟